السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، معاكم هالة حافظ من جروب ماجيك هاند كرافت الأشغال اليدوية. النهاردة طبعا طالما شايفين التليفون قدامي يبقى في حاجة هنشرحها على التليفون. تمام. طيب هنشرح ايه يا حبايبي على التليفون؟ احنا هنشرح حاجة جديدة وانتوا طلبتوها مني كتير جدا جدا جدا. النهاردة هنعمل بحث داخل العملاق، داخل بنترست. الفيديو اللي انتوا طلبتوه كتير مني وهو فعلا فيديو مهم. عايزاكم بقى تركزوا معايا، نستهدى بالله كده كلنا. ومش عايزاكم يا جماعه حد يحط لي سؤال وهو ما شافش الفيديو كويس. الفيديو ده هقول لكم فيه كل المعلومات المتاحه اللي تقدروا تعملوا بيها سيرش جوه بنترست وتترجموا كمان جوه بنترست. يلا بينا نتوكل على الله. بصوا حبايبي، اول حاجه زي ما احنا متعودين قبل ما افتح اي حاجه معاكم لازم اقول لكم حاجه مهمه جدا. بنترست ده موقع عملاق. تمام. المواقع العملاقه يا جماعه ما بتسيبش نفسها كده. يعني ايه؟ يعني الموقع ده طبعا ناس كتيره جدا تقول لي ايه، انا ولقيت تعليقات فعلا منكم، انا ما يدوبك بشوف صور، ما بعرفش احتفظ بحاجه. بصوا حبايبي، انتوا بتخشوا عن طريق جوجل، عن طريق السيرش على جوجل، على الخانه او الايقونه بتاعت السيرش العاديه اللي بره على النت. بنترست بيحب ان انت تنزلي الابليكيشن بتاعه او الاب بتاعه من البلاي ستور الاول وتعملي اكونت عليه، وعلى هذا الاساس تعرفي تسيفي الصور وتبعتيها وتتفاعلي وتعملي حاجات كتيره جدا. يبقى نمره واحد اللي احنا لازم نعملها ان احنا نخش نعمل داونلود للابليكيشن بتاع بنترست. بنترست زيه زي الفيسبوك بالظبط، بالظبط ما فيهوش اي حاجه مختلفه. بنترست بنعمل اكونت وبنحط ايميل وبنتعامل عادي خالص. هتعملي القصه دي ازاي؟ هخش معاكم على البلاي ستور، بس طبعا انا منزله البرنامج قبل كده. هخش على البلاي ستور، هقرب لكم كده الشاشه شويه، كمان شويه كده اظن معقول. تمام، شايفيني كويس؟ دخلنا على البلاي ستور، بعمل على السيرش بكتب بنترست ان شاء الله بالعربي هيطلع لي بنترست. طلع لي بنترست بس عشان انا منزلاه فمفيش بقى انستول، هنعمل على طول اوبن. خلاص بيتفتح لي بنترست، بيطلع لي الحاجات اللي على بنترست قدامي كده. اول مره هيطلع لك ان انت تعملي تسجيل في بنترست. هتسجلي في بنترست وهتحطي لنفسك اسم وصوره لو عايزه برضو بروفايل وكل حاجه. لما تعملي القصه دي هيطلع لك هنا الصوره زي بالظبط كده. عباره عن ايه؟ عباره عن صفحه بنترست مفتوحه، فوق في سيرش وفي كاميرا، وفي عندي تحت هنا هوم. سوري يا حبايبي، في عندي هنا كلمه هوم ديت الصفحه الرئيسيه اللي احنا واقفين عليها، وهنا فولوينج اللي انا عامله لهم فولو، وهنا كرييت هنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل، وهنا النوتيفيكيشن، وهنا سيفد. هنتكلم عن كل واحده من دول بالتفصيل. يبقى اول حاجه هعمل اكونت على بنترست، وبعد كده على طول هحط اللوجو بتاعه هيطلع لي بره لما انا اعمل له على الشاشه بره، وزي كده زي كده هيطلع لي كده اهو. خلاص اللوجو بتاعي بيطلع لي زي ما انتم شايفين، هتك عليه على طول، مش هخش على جوجل اصلا. تمام. هبتدي يا حبايبي ارجع معاكم تاني للصفحه الرئيسيه بتاعت بنترست اهي. بصوا حبايبي، واحده واحده بقى. انا دلوقتي على بنترست وعايزه اعمل سيرش. اول حاجه علمتها لكم، انا لما اجي اعمل سيرش على بنترست اعمل ايه؟ اكتب بالعربي ولا بالانجليش؟ اول حاجه لازم تكتبي في جوجل بره بالعربي وهو يترجم لك اللي انت عايزاه لو انت ما عندكيش لغه كافيه. طب انا افرضي عندي معلومه بسيطه، يعني مثلا اقدر اعمل، هحاول اقرب لكم كمان سنه صغيره. لو انا مثلا دلوقتي عارفه كلمه كروشيه، في كلمه سيرش اللي فوق دي، كلمه سيرش اللي فوق دي هضغط عليها، هكتب كلمة كروشيه، هضغط على علامة العدسة اللي تحت عندي على الكيبورد. بصوا كده، عايزاكم بقى تركزوا معايا ايه اللي ظهر. كلمة كروشيه انا حطها فوق اهو. هو بقى بيديني مليون اختيار، بيقول لي عايزاها فور بيجنرز للمبتدئين، حاجات للمبتدئين، ولا باترونات، ولا مشاريع، ولا كوسترز، ولا بطاطين، ولا حاجات للشعر، ولا غرز،
ولا يعني مش مخلي حاجه، ولا حاجات للبيبي، ولا سكارفات، ولا افكار، ولا اميجرومي، ولا جراني سكوير، ولا حاجات هدايا بالكروشيه، ولا طواقي، ولا باجز. بصوا عيشه. خلاص، دي الاختيارات اللي بيديهاني لما احط له كلمه عامه. كلمه عامه تحتها، زي لو انا جيت حطيت كلمه سيوينج هيجي لي كل حاجه خاصه بالخياطه وانا اللي اختار. واول صف هنا عامل لي فيديوهات. تمام. لو انا حركت كده هلاقي الفيديوهات. عايزه اشوف فيديوهات اكتر اعملي واتش مور، هتلاقي الفيديوهات جايلي ورا بعض. بصوا بقى دي طريقه التشبيك مثلا اهي. بصوا فيديوهات كلها قصيره، بس فيديو بتبقى دقيقه ثواني اهي. طريقه تشبيك الخيط في بعضه. بصوا حبايبي والله العظيم قمه الجمال والروعه في البحث، سهل جدا جدا. خلاص، عايزه ارجع تاني لصفحتي الرئيسيه اهو. خلاص تمام. يبقى اول خطوه بالنسبه لي انا اكتب كلمه البحث اللي انا عايزاها، هيجي لي اختيارات اختار من تحتها اللي انا عايزاه. طيب واحده واحده بقى. طول ما انت ليكي اكونت هيبقى عندك لازم تعملي حاجه معينه. طيب خليني الاول بدل ما البخكم، بصوا الصوره دي، اختار اي صوره. بصوا كده لو انا اخترت اي صوره بقى هيلاقي لي هنا هو 3 حاجات: علامه السيف، وعلامه سند، وعلامه 3 نقط. لو انا عايزه اشيل الصوره دي في الحساب بتاعي على بنترست، يعني من غير ما احمل على التليفون، عارفين الطريقه اللي احنا بنستخدمها في الفيسبوك، ان انا بعمل سيف لاي حاجه عجباني، فيديو عجبني، اي حاجه بعمل له سيف على الاكونت بتاعي في الفيسبوك. نفس الوضع بالظبط. بصوا كده معايا، خليني اخدها معاكم عملي احسن. ادي كلمه سيف. لو انت عندك بوردات فعلا، يعني عندك صفحات مسمياها ليها اسامي زي كده، هيطلع لك البوردات بتاعتك ويقول لك انت عايزه تسيفيها في انهي واحده فيهم. انا مثلا هعمل معاكم واحده جديده، هعمل معاكم كرييت ابورد مثلا اهو. واحده جديده اكتبي ليها اسم اللي انت عايزاه. بصوا دايما هي بتعلق، معلش القصه دي برجع وبعمل لها تاني كرييت ابورد عشان بتعلق اهي. بصوا طلعت لي ان انا اكتب هنسميها مثلا كروشيه 2 عشان انا عامله قبل كده كروشيه. خلاص كروشيه 2 واعمل كرييت، يبقى الصوره دي اتشالت عندي في بورده اسمها كروشيه 2. طب اعرف الكلام ده ازاي؟ تعالوا كده ناخد واحده تحتها تانية اهي. عايزه اشيل دي في نفس البورده، اروح عامله سيف، ادور على كروشيه 2 اهي، طلعت لي هي لسه عاملاها، اروح عامله عليها ايه؟ سيف. خلاص. طيب تعالوا كده عايزين نشوف البورده دي لوحدها. لو انا عايزه اشوفها بقى هروح للصوره بتاعتي، اللوجو بتاعتي اللي هيظهر لي هنا تحت على اليمين بعد ما اعمل اكونت اهو. هتظهر لي هنا البوردات بتاعتي اللي انا انشاتها لسه عاملاها جديده اهو. كلمه بورد اهو، كروشيه 2 اللي انا لسه حاطه فيه الصورتين اللي احنا مسيفينهم مع بعض. فهمتوني؟ تمام. هنرجع تاني. طيب دي الخطوه الايه الاولى. يبقى انا عملت سيفت الصوره على حسابي في بنترست في بورده. بصوا بقى اعملوا البوردات اللي تعجبكم، سيفوا فيها الصور، وقت ما تعوزوها هترجعوا لها بمنتهى السهوله. تاني حاجه، لو انت عايزه تبعتي الصوره بتاعت بنترست دي لاي حد اعملي له سند. سند هنا هيطلع لك الناس اللي معاكي اللي انت عامله لهم فولو اهم. لو عايزه ابعت لحد فيهم موجود على بنترست، يا دوبك هتك على كلمه سند. انا مثلا هبعت الصوره دي لهدى اختي اهو، وهدى هتبقى شايفاني، هعمل لها سند، هتتبعت لها على طول. خلاص. طيب عايزه تعملي شات مع حد، بتعملي شات معاها زي ما انت عايزه اقول لها ملحوظه مثلا انا بعت لك صوره، هتعملي شات. انا بس مش عايزه اضيع وقتكم في الحاجات اللي ملهاش لازمه. تاني حاجه، لو انا عايزه ابعت حاجه من حاجات السوشيال ميديا التانيه، على بنترست، على الواتساب، على الفيسبوك، على الجيميل، على الماسنجر، على التليجرام، على اي حاجه من دول اقدر ابعت نفس القصه برضه. خلاص. ابعت الصوره بتاعتي دي لاي حاجه على السوشيال ميديا. ال3 نقط دول لازمتهم ايه؟ اتكوا عليهم كده معايا، هتلاقوا في اوبشنز اتفتحت لكم. كوبي لينك، لو انا عايزه اخد اللينك بس وابعته لحد برضه او احتفظ بيه انا حره. او اعمل داونلود ايمج. كلمه داونلود دي هتنزل عندك على الهارد على التليفون، هتتسيف عندك على التليفون. خلاص. هايدا بن يعني انا مش عايزه اشوف الصوره دي مره تانيه،
خالص مش عجباني، لان ساعات يا جماعه ممكن تظهر لكم صوره تكون سيئه فيها حاجه عنيفه اي حاجه، فبالتالي بلاش، يعني مش عايزه اشوفها، فبعمل كلمه هايد. خلاص. ريبورت بين لو انت عايزه تبلغي ان في مخالفه في الصوره دي باي شكل من الاشكال، وعايزه تبلغي بنترست ان هنا في مخالفه. خلاص تمام. طيب هنرجع تاني للصوره. بصوا حبايبي كده ركزوا معايا. الصوره دلوقتي، انا الصوره قدامي دي صوره بطانيه معموله بالتريكو. خلاص. دلوقتي ابص على الصوره بالراحه، ابص على الصوره بالراحه. الصوره لقيت تحتيها كلمه حاجه يعني مبلغ مادي يعني فلوس، اعرف ان الصوره دي مش هستفاد منها كباترون او شرح، لان ديت كده يبقى حاجه بتتباع. والناس الاجانب يا جماعه غيرنا، الاجانب لما يجوا يبيعوا شغل، عشان كده انا بقول لكم لو في اي واحده مش عايزه تدي معلومه من جزء من شغلها، دي حريتها الشخصيه، ما تضغطوش عليها. لو حاجه بتجيب لها الشغل دي اللي بتجيب لها الفلوس، يعني دي اللي ممثله دخلها، هما بقى عندهم الحته دي مقدسه، اللي الحاجه اللي بيبيعوا منها مفيش منها اي معلومه. خلاص. والفري بيبقى فري. خلاص انا هرجع معاكم تاني. يبقى هنا ايه الصوره دي ما عليهاش، مش هيبقى في داعي خالص ان انا اعمل سيرش تحتها. طب تعالوا كده للصوره دي. الصوره دي كده اللي احنا سيفناها عندنا في البورد، عليها فري كروشيه باترن. خلاص. هتلاقوا كلمه تحتيها يا اما فيزيت يا اما ريدت، كلمه ريدت او فيزيت. بصوا كده هنعمل لها ريدت، اتكيت عليها، هتخش لي على المدونه بتاعت صاحبتها اللي هي منزلاها. خلاص دي المدونه. تمام اهي، وكاتبه بقى معلومات عنها. طب انا مش عارفه اقرا حاجه من الكلام ده، انت بقى جايب مدخلاني وتقولي لي بنترست وهتعملي. طب اهدوا كده بالراحه. شايفين الثلاث نقط اللي تحت دول؟ اتكوا عليهم، اعملوا كلمه اوبن ويز ان براوزر، يعني هعمل سيرش بس عن طريقك انت، عن طريقك انت يا بنترست، او عن طريق البراوزر اللي انا حطاه اللي هو جوجل ترانسليت، سوري جوجل عموما. خلاص. بصوا كده اتفتحت لي الصوره، هتتفتح لي تاني حالا اهي، هي بنفس اللغه. طيب انا مش عارفه اقرا حاجه من الكلام ده، اعمل ايه؟ ارجعي معايا كده، اتكي على الثلاث نقط اللي على اليمين فوق، هتلاقي كلمه ترانسليت. بصوا لي كده طالعه لك. ده بسبب ايه؟ ان انا عامله جوجل ترانسليت منزلاه على تليفوني، منساش اهو ترانسليت. هيديني اختيار انا اللغه هنا انجلش، عايزاها تترجم عربي. طب افرضي ان انا العربي ده مش موجود، هتتكي على الثلاث نقط دول واختار اللغه بتاعتي من هنا. خلاص. بس اوريدي انا عندي عربي، فهضغط على العربي. خلاص. هيبتدي كل الكلام بتاعي ده ينزل هنا، كل الكلام ده بينزل بتاعي هنا مترجم. ما تترجمش ليه؟ اهو ثانيه واحده. اهو ابتدت ايه اللي اهو الحاجات كلها اترجمت. بصوا كده اهي. وهي لو عامله لك اي حاجه، الحاجات اللي بتبقى متظلله اعتقد بتبقى ليها موقع تاني تخشي تحتيه، الحاجات المتظلله بلون مخالف، لون ازرق او لون احمر. بصوا كده اهو ابتدينا نخش على حاجه تانيه، كوسترات وورود اهو. اهو ترانسليت برضو عربي. يا رب تكونوا شايفيني كويس قوي وانا بعمل الكلام ده اهو. كل الحوارات اللي بتطلع لك، حد حاطط باترون يا جماعه هذا اهو. عايزه افتح النمط ده، عايزه افتح اشكال اكتر ليه عن طريق بنترست اهو، بفتحه عن طريق بنترست. انا يعني ايه كده، يعني حاولوا على قد ما تقدروا بقى، انكشوا براحتكم، عيشوا جامد يعني. خلاص. يبقى احنا عرفنا ازاي بنعمل سيرش على بنترست، وازاي بنختار ازاي نترجم بانهي لغه جوه بنترست، عشان انا منزله جوجل ترانسليت مربوطه عندي على التليفون. لكن يا حبايبي زي ما قلت لكم، لو في حاجه مش مكتوب عليها ريدت او فيزيت ومكتوب عليها فلوس هنا، يبقى في الغالب ديت ملهاش اي فايده انك تفتحي تحتها. اكتر حاجه هتشوفيها زي مثلا لو الحاجه بتتباع في ايتسي او اي باي، هتشوفي بس الصوره بزوايا مختلفه، مش اكتر من كده، انما مفيش اي تفاصيل شرح. الشرح لما يكون صاحبه المدونه عامله لك الكلمه دي ان لسه ليها كماله جوه بكلمة ريدت أو فيزيت. نختار حاجة تانية تشوفوها بسرعة قبل ما نقفل الفيديو.
اهو اوريكم ادي اتسي اهو، دي حاجه على اتسي، بصوا هتلاقوا على طول تحتيها فلوس باترون اهو. فبالتالي ما تعبش نفسي، لو انا جيت اهو عملت له فيزيت مش هشوف اي حاجه غير ان انا هشوف الصوره دي والحاجات اللي زيها بتتباع اهو، اكني داخله معرض، اكني داخله معرض بيع، مفيش اي حاجه وتفاصيل المنتج. فهمتوني؟ تمام. انا دلوقتي عايزه اروح لحاجه بصوا مثلا دي بطانيه زي شبه اللي احنا كنا بنتكلم عليه، عايزه انزل لكم تحت كده افضل. بصوا حبايبي البطانيه دي مكتوب تحتيها ايه؟ رافرلي. رافرلي ده موقع خرافي موجود تحت بنترست. لو انا عملت له فيزيت الموقع ده ارجو كلكم تسجلوا فيه، ارجوكم كلكم سجلوا فيه رافرلي. رافرلي هيطلع لكم كتير. الموقع ده فيه باترونات كتير مجانيه، في باترونات بفلوس وفي باترونات مجانيه. هنا اهو الباترون اهو، بصوا حبايبي، بصوا بس الحظ كده، الباترون ده فور فري اهو. ذا باترن از افيلبل فور فري. اروح متكيه على الباترون، فين داونلود بتاعتها؟ خلينا على دي افيلبل فور فري. هيجي لي هنا الباترون تفصيلي، خلاص اكسبت. ادي الباترون، صور الباترون، choose your language لو انت عايزه اللغه بتاعتك اهو. ده يا جماعه الصور المختلفه للموديل، وهيتبعت لي يا اما يتبعت لي يا اما بيظهر لي الموديل كامل بباترونه. خلاص يا جماعه، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت تاخدوا بالكم من البرامج الحلوه او المواقع الحلوه. وادي تفاصيل الباترون كلها موجوده تحت هنا اهي، كل حاجه تفاصيل عن الباترون. خليني برضو اعمل لكم نفس الوضع، انا مش عارفه انا بعيد عنكم قوي كده. اوبن وذ براوزر، هيتفتح لي نفس الصفحه. عايزه اقرا ايه التفاصيل دي؟ انا مش عارفه اقرا حاجه، هعمل ترانسليت عربي، اختار العربي اهو. كل الحكايه كله اترجم لي في ثواني، تفاصيل الموديل بابعاده بنوع الخيط كل حاجه اهو. لمزيد من المعلومات نخش نراجع على المدونه بتاعتها اهي. ادي المدونه بتاعتها تمام. قلنا learn more اوكي accept. خلاص خدتوا بالكم حبايبي؟ ادي الباترون بتاعها اهو، الغرزه، وادي صور مختلفه. هي اكيد كمان حاطه الباترون المرسوم، بس عندي التليفون مهنج بسم الله ما شاء الله. about this pattern. هنا عاملين لي تفاصيل الباترون بالكامل. وهنا يا جماعه ساعات لما بيكون في صوره للباترون بتبلي، يعني بيقول لي هنا داونلود الباترون اللي هو المرسوم، الباترون المرسوم او المكتوب. خلاص اتمنى حبايبي ان انتوا تكونوا استفدتوا من النهارده من البحث على بنترست. ولو في اي تعليق او حاجه نسيتها وحد فاكرها يقول لي. وزي ما اتفقنا بنترست كل الحاجات اللي موجوده فيه متقسمه جزئين، جزء دعائي وجزء فيه تعليمي. احنا خلينا في الجزء التعليمي، لما ما الاقيش فلوس تحت ابتدي افكر هل الموقع ده فيه شرح ولا لا. وفي موقع برضو اسمه في كي، موقع رهيب زي رافرلي بالظبط، بس تخلي بالنا عشان ده موقع روسي، في ساعات حاجات مش حلوه. فاعملي دايما بلوك للزائرين، ما تخليش حد يزور صفحتك في الفي كي. وهنتكلم على الفي كي برضو بشكل ايه مره كده اكون ندردش فيها. دي يا جماعه صور الشغل بتاعت الكروشيه مثلا وكل الحاجات المتشابهه. تاني حاجه عايزه اقول لكم حاجه قبل ما انسى، ان بعد كده يا جماعه النوتيفيكيشن اللي هتجيلك على صفحتك ديت، النوتيفيكيشن بتجيلك عشان ابقى قلت لكم كل حاجه. هنا الناس اللي هم معاكي على صفحتك اللي انت عامله لهم فولو بيقول لك هم نزلوا حاجات جديده، خلاص خشي شوفيها. او علامه بي دي لما هم يكون بنترست مقترح عليكي حاجه انت شفتيها قبل كده وعجبتك. لما انا مثلا كده بيقول لي ان في هنا مواقع شيلان، اما كنت بدور لكم عن الشيلان لو تفتكروا، بنترست بيقول لي ان احنا لقينا رسومات لشيلان، خشي اتفرجي عليها.
انها ممكن تفيدني اما كنت بعمل لكم البوست بتاع الشيلان اللي نزلته على الجروب. خلاص. هتلاقوا يا جماعه الحاجات دي كتيره جدا جدا اهو. بص مثلا ده شال حلو قوي وفكرته جميله على فكره. استنوا نسيف بقى ده، بس انا بحب اسيف على التليفون. اعمل داونلود ايمج. خلاص انا شلت الشال ده عشان عاجبني شكله حلو. تقريبا دي الصوره بتاعته، دي الصوره بتاعته، دي صوره تشبهه مش هو بس تشبهه بالورب برضو. داونلود ايمج. خلاص لو انا عايزه اسيفها في بنترست اسيفها اهو في بنترست في كروشيه 2. تمام. سيفت. خلاص اتفقنا. انا يا رب كده اكون وفيت لكم شرح بنترست، وعايزاكم كده تغوصوا وتترجموا اهو. الدنيا كلها سهله والدنيا كلها بيس. وريتكم كل الايقونه اللي ظاهره هنا. اهم حاجه حبايبي عشان تعرفوا تلعبوا جوه بنترست كويس لازم يبقى عندك اكونت على بنترست. اهم حاجه. وتعرفي كل اجهزتك عليه عشان يبقى الايقونه ظاهره عندك سواء على اللاب او على البي سي او على التليفون او على الايباد او على التابلت. كل واحده معاها جهاز تعرفي الاكونت بتاعك هو في نفس الاجهزه كلها اللي عندك. يا رب اتمنى اكون فدتكم بحاجه النهارده كويسه، وان شاء الله مستنيه ريفيو بتاع الفيديو ده وتعليقاتكم تحتيه، واي سؤال او استفسار انا معاكم اني تايم. وان شاء الله اي اسئله عايزيني اجاوب عليها فوري تتابعوني على الماجيك توك كل يوم سبت وثلاث الساعه 11 صباحا باذن الله. اشوفكم على الف خير الفيديو الجاي. ومش ناسياكم فيديوهات الترجمه بتاعت الفيديو، مش ناسياكم فيها، بس هناقشها معاكم وهقول لكم ايه الصعوبات اللي بتقابلنا في القصه دي عشان اعمل لكم فيديو محترم يبقى مفيد مش يبقى عنوان فقط. اشوفكم على الف خير في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.